انا خالد ولي، ودي سلسله 30 نصيحه في 30 يوم واللي هتكون معانا طول شهر رمضان. النهارده اليوم ال 12 وهنتكلم عن الخدمات. بص يا سيدي، لو انت فتحت الخدمات هتلاقي انه مطلوب منك تكتب اباوت عن الخدمه اللي انت بتقدمها او عن الخدمات اللي انت هتكتبها. انا جايلك من المستقبل وبقول لك ان انت هتروح البروفايل بتاعك وهتاخد جزء من الاباوت اللي فيه وتروح جاي حاطه في الاباوت ده، وده غلط جدا. طيب الصح ايه بقى؟ هنكتب وصف مختصر جدا 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 عن الخدمات اللي انت حاططها، ولو الخدمه دي تقدر تعملها ريموتلي وانت في مكانك بتعلم عليه، لكن لو الخدمه بتاعتك لازم تتعمل اون سايت فتقدر تكتب اكتر من لوكيشن للمكان اللي انت تقدر تقدم فيه الخدمه بتاعتك دي. طيب السكشن ده بقى لازمته ايه؟ عارف المواقع بتاع الفريلانس اللي هي زي خمسات اللي هي عباره عن خدمات مصغره دي كده بالظبط؟ انت تقدر ترفع الخدمه بتاعتك او الخدمات اللي انت تقدر تقدمها على شكل خدمات صغيره، والناس تقدر تدخل تطلب الخدمه دي وتسيب لك الفيدباك نفس اللي بيحصل بالظبط على مواقع الفريلانس. قولي في الكومنتات انت جربت تحط الخدمات بتاعتك قبل كده ولا لا، وما تنساش تعمل اللايك وفولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه من السلسله.